يلا بينا اقابلكم مع شباب مبادرة حياتي، وكل واحد فيهم يحكي لي تجربته ايه. الاول اتعرف عليكم. سامية سلامة. اهلا بيكي. رواني هشام. طاهر ياسين. اهلا بيكم. احكي لي بقى تجربتك في مبادرة حياتي. انا تقريبا بقالي في العمل التطوعي 6 سنين. العمل التطوعي فادني جدا حتى في شخصيتي. في كلية ايه الاول؟ انا اولى تجارة انجلش. 6 سنين يعني من وانت صغنونه خالص. صغيرة خالص. يعني تقريبا من وانت في ابتدائية. تقريبا. بالظبط. فالعمل التطوعي يعني بقى تقريبا جزء من حياتي. فادني كتير في علاقاتي، يعني صحابي اللي انا اعرفهم من الجمعية، اهلي، يعني تقريبا بقت كلها جزء من حياتي العمل التطوعي عامة. طب انا معلش استوقفتني حكاية ان انت من وانت ابتدائية. طب الطفل مثلا هيعمل ايه في العمل التطوعي؟ انا بدأت اولا كنا في رمضان، كانت اول حملات ليا في رمضان، كنت بروح معاهم في التعبئة شنط رمضان. يعني تشتغلي معاهم الحاجات الميسورة. ما كنتش لسه يعني اعرف العمل التطوعي قوي، كنت بروح عادي، مجرد بروح مثلا مع اهلي هم رايحين فانا بروح معاهم. ادركت العمل التطوعي فعلا لما بدأت اكبر شوية في ثانوي تقريبا، عرفت اهميته في شخصيتي في حياتي عامة. يعني اثرت على شخصيتك ايه في ايه؟ كونت شخصيتي من حيث ادراكي، طريقة تفكيري، خلتني يعني ان انا عايشة عشان حاجة، مش مجرد ان انا عايشة وخلاص، لا قدامي هدف او حاجة، خطة في حياتك يعني. برضو انا بسأل حضرتك برضو عن العمل التطوعي، بدأتيه امتى ودورك في مبادرة حياتي؟ هو انا لسه نوعا ما جديدة. انا بقالي ده اول شهر ليا دلوقتي، يعني مع نهاية الشهر ده هيبقى لي شهر في الجمعية. انا مبسوطة جدا معاهم، بيتعاملوا كأنهم عيلة واحدة. المبادرة نفسها حلوة، ان احنا نعمل حاجة كويسة تفيد المجتمع بتاعنا. احنا بادئين بحاجة، عاملين زي حملة ان هي تخلي الفرد احسن، يفيد نفسه عشان يقدر يفيد مجتمعه بعد كده. بنحوله من شخص محتاج لشخص بيقدر ان هو يساعد نفسه، ويقدر ان هو يعمل لنفسه كارير او شغل يستفيد منه هو وعيلته. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي الجمعية بتعملها. انت اساسا طالبة في الكلية؟ لا انا مش طالبة، انا خريجة اداب قسم اثار. بعد التخرج طبعا اشتغلت وكده، والشغل بتاعي ليه وقت معين. بجانب الشغل بقى بجانب الشغل بقى بالظبط، والعمل الخدمي بيملى وبيشغل وبيحسس الواحد بكينونته كإنسان. بالظبط جدا. وبعدين احساسك ان انت في حاجه مهمه بتعمليها، اهم من انك تعمليها لنفسك، انك بتعمليها لاشخاص بتشوفيهم ان هم حياتهم بتتغير قدام عينك، وفي نفس الوقت حياتنا احنا كمان بتتغير، بتكون احسن، وبنكون عايزين نساعد اللي قدامنا اكتر. بس فالموضوع جميل جدا. هايل. طاهر. بالنسبه للعمل التطوعي لما بدات فيه بقالي فيه 2 سنين في حياتي، في مبادرة حياتي بالظبط. احنا الشعار بتاعنا ان احنا نخلي حياتنا معنا بمعنى اللي هو يعني. بعد ما بدات اشارك في المبادرات، لقيت ان الناس فعلا محتاجه مساعده، محتاجه ناس تقف جنبها. فليه انا ما اشاركش في حاجه زي كده طول ما انا عندي القدره ان انا اقدر اغير فعلا في حياه الناس. يعني احنا من ضمن مبادراتنا اللي بنعمل توعيه صحيه، توعيه بيئيه. بنشوف احتياجات الناس الاساسيه فين، ونحاول نوفرها في القافلات اللي بننزلها كل جمعه تقريبا، يعني بتبقى مره في الاسبوع. فاحنا بنفيد الناس على قد ما نقدر، وبرضه بنستفاد، ده بيعود علينا برضه باستفاده كبيره. احنا فعلا من ساعه ما بدانا العمل التطوعي واحنا طريقتنا في التعامل مع الناس اتغيرت، بقى عندنا فكره اوسع. حسيته بكاتيجوري معين كنا بعاد عنه قوي. بالظبط. يعني في ناس مستعده مثلا على ابسط حاجه، تلبس لبس، انت بتدلع على حاجه، تلاقي نظرتك في الحياه هتختلف. طبعا بتختلف في حاجات كتير يعني. كون ان انا اساعد حد محتاج، فمفيش احسن من كده، بيدي نوع من انواع الراحه النفسيه فعلا. لما الاقي مثلا، لما نعمل مثلا حفلات للاطفال الايتام، لما الاقي طفل يتيم بيبتسم بسببي، فدي بالنسبه لي الدنيا كلها. دي بامانه بالدنيا بالظبط، راحه نفسيه رهيبه.